ايوه انا بتكلم مع نفسي، وغالبا انت كمان بتقعد تتكلم مع نفسك، تقعد تتكلم وتناقش نفسك في مواضيع ونفسك ترد عليك. فجاه كده بتفوق لنفسك وتكتشف انك بقالك ساعه قاعد تتكلم مع نفسك، وفي بعض الاحيان بتبقى بتتكلم بصوت كمان. انا ده بيحصل معايا كتير جدا. كان اول حاجه بتيجي في دماغي، وانا اتجننت ولا ايه؟ ولا دي اعراض الجنون؟ خلاص انا داخل على ان اتجنن. خليني اخدك معايا في رحله عشان نعرف ايه سبب الموضوع ده، هل فعلا احنا اتجننا او على اعتاب اننا نتجنن ولا لا. احب اطمنك انت مش لوحدك، معظمنا بيحصل معاه كده. معظمنا في اوقات كتير جدا بيسرح ويقعد يكلم نفسه، ونتناقش ونتخانق مع بعض، ومواضيع تودينا ومواضيع ترجعنا. واحب افاجئك ان حتى مش احنا بس اللي كده، حتى العظماء عبر التاريخ كان عندهم نفس العاده. ومش كده بس، كمان كان سبب في نجاحهم، بدايه من زميلنا اينشتاين عبقري الفيزياء. اينشتاين كان بيكلم نفسه بشكل مستمر. علماء كتير بيقولوا ان اينشتاين لما كان بيواجه مشكله معقده كان بيقعد يتمشى في اوضته ويسرح ويبدا يتكلم مع نفسه بصوت عالي كانه بيناقش حد قدامه. وفي مره احد زملائه في معهد الدراسات المتقدمه في برينستون شافه وهو بيتكلم مع نفسه بصوت عالي جدا كانه بيجادل شخص مش موجود. ولما ساله اينشتاين انت مجنون بس مش للدرجه دي، معقول بتكلم نفسك؟ اكيد طبعا ما قالوش كده، دول علماء محترمين مش بيعملوا الكلام ده. لما ساله بجد انت بتكلم مين، رد عليه اينشتاين بكل بساطه، قال له انا بعمل عصف ذهني مع اذكى شخص اعرفه. بوم بوف. هو اينشتاين كان بيقصف جبهات هو كمان؟ حلو منك، حلو منك اينشتاين. بس على فكره مش بس اينشتاين، حتى ستيف جوبز مؤسس ابل كان معروف انه بيكلم نفسه. ومش بس كده، كان بيقف قدام المرايه قبل اي مؤتمر كبير ليه ويقعد يكلم نفسه ويعيد كلامه بصوت عالي وكانه بيحاول يقنع نفسه قبل ما يقنع الناس. ستيف جوبز كان مؤمن ان الكلام مع النفس بيساعده يشوف افكاره بشكل اوضح. وكمان الشبح الكبير نابليون. معقول حتى نابليون كان مجنون كمان؟ ايوه، نابليون بقى كان بيخطط لحروبه قدام الخريطة ويبدأ يكلم نفسه كأنه في اجتماع مع جنرالات. وفي مؤرخين بيقولوا انه كان بيدخل في نقاشات طويلة مع نفسه، كان ممكن فجأة تلاقيه بيتكلم بصوت عالي ويبدأ يغلط نفسه. ايه رأيك لو هجمنا ودخلنا عليهم من هنا؟ لا طبعا، الخطة الزبالة دي انت حمار؟ ايه ده ما تحترم نفسك. المقصود ان الكلام مع النفس مش حاجة جديدة، وان حتى العظماء كانوا بيستخدموها كأداة للتفكير والتحليل والتخطيط. internal monologue او الحديث الداخلي، ده هو اسم الحاله اللي هو انت تقعد تتكلم مع نفسك. علميا الكلام مع النفس هو حاجه طبيعيه جدا، بس لو الموضوع تطور وخرج وبقى بصوت عالي ده بيبقى اسمه external self talk. وده مش مجرد كلام، لا ده جزء من طريقه دماغنا في معالجه المعلومات. تخيل دماغك زي الكمبيوتر، والكلام مع النفس هو الكود البرمجي اللي بيخلي كل حاجه تمشي بشكل منظم. كل فكره بتمر بيها، كل قرار بتاخده، حتى كل شعور بتحس بيه غالبا بيكون نتيجه حوار داخلي مستمر شغال جوه دماغك. الابحاث بتقول ان معظم الناس عندها حديث داخلي شغال طول الوقت، طول ما هو عايش في حياته قاعد بيكلم نفسه في مواضيع، وهو سايق السياره او هو في المواصلات او حتى وهو شغال وهو بيدرس وهو بيعمل كل حاجه. دماغه دايما عباره عن احاديث ومناقشات دايره جوه دماغه، لكنه مش دايما بيكون مسموع، والا كنا لقينا الناس كلها مجانين ماشيه في الشارع تكلم نفسها. في ناس دايما بتحب تفكر بصمت، وناس تانية بتحتاج ان هي تسمع صوتها وهي بتتكلم عشان تفهم الفكره بشكل اوضح، وده شيء طبيعي جدا. في دراسه اتعملت في جامعه ويسكونسن اثبتت ان الاشخاص اللي بيقولوا افكارهم بصوت عالي وهم بيدوروا على حاجه بيلاقوها اسرع بنسبه 50% من اللي بيدوروا في صمت وهم ساكتين. يعني لو انت قاعد بتدور ايوه انا كنت ماشي في الاوضه وبعدين حطيت الشيء ده هنا، يا ترى انا حطيته فين، فكره انك تفكر بصوت هتخليك تلاقي الحاجه بشكل اسرع. كمان علماء النفس بيقولوا ان الكلام مع النفس بيساعد على تقليل القلق والتوتر. لما بتحط افكارك قدامك بصوت مسموع دماغك بيقدر يعيد ترتيبها ويشوفها بشكل منطقي اكتر، زي كده كانك بتحاول تفك شفره معقده، لكن بمجرد ما تبدا تتكلم عنها تلاقيها بدات تبقى اوضح. طيب هل اللي بيتكلم مع نفسه ده هل ده شخص مجنون؟ نو. يعني لو انا خيبت ظنك للاسف الشديد ده ما يعتبرش جنان. الكلام مع النفس مش علامة جنون، بالعكس العلماء بيقولوا ان الناس الاذكياء عندهم ميل اكتر للكلام مع نفسهم لانه بيساعدهم على التفكير بشكل منطقي وترتيب افكارهم. والاطباء النفسيين اكدوا ان الناس اللي بتكلم نفسها عندهم قدرة اكبر على حل المشكلات وعندهم ذكاء عاطفي عالي لانهم بيعبروا عن مشاعرهم ويحللوا مواقفهم بطريقة اوضح. الكلام مع النفس ممكن يكون وسيلة تحفيزية. تخيل انك قبل اختبار مهم بتقول لنفسك انا هقدر، انا فاهم المادة دي، أنا جاهز. ده بيثبت الفكرة في دماغك ويخلي عندك ثقة أكتر بنفسك. في رياضيين عالميين بيستخدموا الكلام مع النفس عشان يحفزوا نفسهم قبل المباريات، بيكون جزء من استراتيجيتهم. بعد 4-4-2 على طول الكلام مع النفس بيكون الاستراتيجية لناس كتير قوي لتحقيق النجاح. طب هل الكلام مع النفس ممكن يكون شيء خطير؟ الإجابة
في حالات معينة لو بدأت تحس انك بتسمع صوت مش صوتك، او ان في حد بيتكلم جوه دماغك مش انت، هنا انت مجنون. لا طبعا بهزر، هو مش انا اللي هشخص حالتك، بس يعني لو بيحصل لك حاجات من دي هنا ده مش طبيعي، ولازم تاخد الموضوع بجدية وتبدأ تستشير طبيب مختص عشان يحدد ايه المشكلة اللي عندك. الاشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات عقلية زي الفصام ممكن يسمعوا اصوات داخلية مش حقيقية، يعني مش هم اللي بيتكلموا مع نفسهم جوه دماغهم، لا في حاجة تانية بتكلمه خارجة عن ارادته، وده مختلف تماما عن الكلام الطبيعي مع النفس. كمان لو الكلام مع نفسك بيأثر على حياتك اليومية، زي انك تعزل نفسك عن الناس او انك تتكلم مع نفسك بصوت عالي طول الوقت في اماكن عامة، ممكن يكون في مشكلة محتاجة متابعة. لكن في الطبيعي ما تقلقش خالص، كلام مع النفس هو شيء صحي، بل بالعكس ممكن يخليك شخص انجح واذكى. في النهاية لو حد شافك قاعد بتكلم نفسك وسألك انت مجنون ولا ايه، رد عليه وقول له لا انا عبقري، العلماء هم اللي اثبتوا كده والله مش انا. وعادي يعني الفيديوهات اللي انا بعملها دي اصلا يعتبر بكلم فيها نفسي. انت بالنسبه لك انا قاعد بكلمك، بس انا اكشلي قاعد بكلم حته حديده عادي، كاني قاعد بكلم نفسي. مجنون مجنون. طب تخيل واحد بقاله ساعه قاعد بيكلم حته حديده في موضوع. الامور طيبه يا عم، لسه ما اتجننتش ولا حاجه. اكتب لي بقى في الكومنتات انت بتكلم نفسك في ايه، اتكلم معانا كده بدل ما انت قاعد تتكلم مع نفسك. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار. ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وقبل ما تمشي، ده الانستجرام بتاعي، بنزل هناك محتوى مختلف تماما عن اللي بعمله هنا في القناه. اتاكد انك عامل لي فولو هناك، سيب لكم اللينك تحت في اول كومنت. يب ذاتس ات، واشوفكم في حلقات قادمه. See you later.